احلى اكله ممكن تعملوها في الشتاء المبكبكه الليبيه باللحمه. طريقتها سهله جدا، كله كده في حله واحده وهتلاقوها ما خدتش معاكم نص ساعه وخلصت. عايزه اقول لكم انتوا لو ما عندكمش وقت تعملوا اكل بجد دي هتبقى الاختيار المناسب ليكم، غير انها طعمها حلو قوي، وكمان بقى يا جماعه بتدفي جدا في الجو البرد ده، فهتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. على نار عاليه هجيب حله هحط فيها 4 معالق كبار من الزيت، ومعايا نص كيلو من اللحمه الكندوز انا مقطعاها مكعبات صغيره. انا بحب المكعبات بتاعت اللحمه تبقى صغيره عشان تستوي بسرعه وتبقى في الاكل سهله عليا. هنبتدي نقلب اللحمه ونشوحها كويس جدا على نار عاليه لحد ما تاخد لون ذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف لها بصله متوسطه متقطعه صغير، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما احس ان البصله بدات تاخد لون شويه. وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نضيف 3 معالق كبار من صلصه الطماطم، وهشوحهم بقى مع بعض كويس جدا. هنضيف بقى التوابل، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكركم، وبس كده. المبكبكه ما بتاخدش توابل اكتر من كده يا جماعه. هشوحهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هضيف نص كيلو من الطماطم المعصوره، وانا بعصرها ضفت لها 3 فصوص من الثوم، وكمان قرنين 3 كده من الفلفل الاخضر الحامي. المبكبكه احلى حاجه فيها انها تبقى حاميه كده وتدفي، بس طبعا انتوا لو ما بتحبوش الفلفل الحامي وصعب ان انتوا تاكلوه ممكن تبدلوه بالفلفل الرومي، مفيش مشكله خالص. اول بقى ما تسخن معايا هضيف لها كوبايتين من الميه المغليه، هقلبهم مع بعض، واول ما تغلي كده هوطي على النار واغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها. بصوا يا جماعه بقى اللحمه بقت دايبه ازاي، استوت وبقت حلوه جدا. انا ما ضفتش ملح خالص، فهبتدي في المرحله دي اضيف معلقتين صغيرين من الملح. قللوا كميه الملح او تزودوها، طبعا الملح ده حسب الذوق. بقى المكرونه اللي هي الحجم الصغير قوي ده والحجم اللي اكبر شويه، الاتنين ينفعوا جدا. شوفوا انتوا بتفضلوا ايه واستخدموه. انا بفضل اللي هي الصغيره قوي. انا حطيت كيس كامل يعني حوالي 400 جرام من المكرونه وقلبتها، وطبعا لازم اضيف لها ميه لان المبكبكه بيبقى فيها صوص شويه، فانا ضفت كوبايتين من الميه السخنه، وكمان قرن فلفل حامي كده يدي شكل وطعم وريحه حلوه جدا. اول ما تغلي كده هغطيها على النار تبقى اقل من المتوسطه، ومن الوقت للتاني اشيل الغطا وابتدي اقلبها علشان ما تلزقش في قاع الحله لحد بقى يا جماعه ما هي اقل من 10 دقايق وهتلاقوها استوت. بلاش تسيبوها على النار لحد ما تتهري او تعجن معاكم، وكمان لازم يكون فيها شويه كده من صوص الطماطم، يعني مش بتبقى ناشفه ولا برضو تسيبوها مليانه ميه قوي. لو حسيتوا ان كوبايتين الميه المكرونه شربتهم على طول ممكن تزودوا ميه، بس يبقى بالتدريج علشان ده طبعا بيختلف حسب نوع المكرونه. وديكم بقى شايفين قد ايه الشكل تحفه، البخار طالع لوحده كده بجد يحسسكم بالدفى، واللحمه كانت دايبه بمعنى الكلمه. اول ما تقطعوها كده بالمعلقه بجد بتتقطع بكل سهوله وكانت بتدوب كده في البق. سر نجاح المبكبكه ان المكرونه تبقى مفلفله زي ما انتم شايفين كده. لازم تاكلوها اول ما تغرفوها على طول، عشان لو قعدت شويه المكرونه بتشرب الصوص وبجد ما بتبقاش حلوه وبتمسك في بعضها. اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.